السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده هيكون عن شفرات فينوس او مكنة حلاقة فينوس. هقول لكم رأيي فيها، هقول لكم الفرق بينها، هقول لكم هي افضل ولا السويد. كل حاجة ان شاء الله اعرفها لكم النهارده وانتي تقرري اذا كنت انتي هتشتريها او لا. هقول لكم الفرق بين الاتنين برضو، الثلاث شفرات والخمس شفرات. وكل حاجه عنها ان شاء الله. اول حاجه اتمنى منك الاشتراك في القناه، واتمنى منك تعملي لي لايك لو الفيديو عجبك. طيب، اول حاجه يا بنات، دي اللي هي الشفره الثلاث شفرات اللي هي ثلاث مواس، يعني بصوا ثلاث مواس كده زي ما انتم شايفين. دي الخمسه. تمام. طيب الفرق بين الاثنين ان زي ما قلت لكم، بغض النظر ان دي خمس شفرات ودي ثلاثه، خمس يعني مواس كده، ودي ثلاثه. تمام. دي بلاستيك، الايد بتاعتها بلاستيك، ودي الايد بتاعتها معدن. فبالنسبه للايد دي افضل. تمام. طيب هي بتيجي عباره عن الايد دي وبيجي معاها اتنين. بصوا ادي بيجي معاها الشفرتين دول والايد. ودي برضو نفس الحكايه، هي مكتوب عليها هنا ان دي تلاتة وتلات مواس، ودي خمسة، ودي بتيجي اتنين برضو زائد الايد، ودي برضو شفرتين زائد الايد. تمام. دي انا جايباها من حوالي يعني 3 سنين. ماشي، دي معايا بقى لها 3 سنين. انا محتفظه بالعلبه بتاعتها لان انا بحط، يعني بصوا، بعد ما بخلص عشان احافظ عليها بقوم انا حاطه دي بتيجي برضو فيها الموس، فبقوم انا حاطه كده. ماشي، بعد ما اغسلها بقى ميه سخنه وكده بقوم حطاها كده، واقوم حطاها في العلبه وقافله عليها العلبه عشان احافظ عليها. تمام. طبعا هي بتفضل معايا حوالي 6 شهور، يعني بتفضل من 5 ل6 أو 7 شهور بتفضل معايا بستخدمها. فطبعا الموس ده ممكن يبقى فيه بكتيريا وكده، وغير كده انت ممكن تتجرحي، فطبعا لازم تحافظي عليها. تمام. اللي حصل ان انا خلاني جبت دي عجبتني جدا، لما جبتها عجبتني جدا جدا. تمام. فاللي جبت التانية دي لان دي اتكسرت، دي في هنا جزء كده، بصوا، بتدوسي عليه كده كده اهو فبتطلع دي. تمام كده، وبتقوم مدخليها كده تاني. دي اتكسرت هنا، فلما جيت اجيب حد نصحني، يعني قالوا لي وبحثت عنها وكده، عرفت ان دي بتيجي معدن فبتعيش افضل من دي. فانا لقيت برضو ان نفس الجزء ده بلاستيك، ولكن هي ممكن تكون فعلا الايد افضل من دي بصراحه. يعني لو وقعت او اي حاجه او كده، او مش هتتكسر او مش هيحصل لها حاجه، او هتعيش فتره اطول من دي. لان هي دي انا حاسه ان عمره ما هيحصل لها حاجه، يعني هي بس المشكله في دي بس. تمام. طيب لما انا جبت دي بصراحه استخدمت الخمس شفرات، ما عجبتنيش لان الخمس شفرات حسيتها يعني حاميه شويه على الايد. الموف بصراحه حسيتها لطيفه. دي بعد ما بستخدمها بحس ان هي يعني ايه، مش لطيفه كده. بحس ان ايدي يعني فيها الاحساس اللي هو انت ايه، في موس كان ماشي على ايدك. مش عارفه والله اوصلها لكم ازاي، بس هي مش لطيفه على الجسم، مش زي الموف. الموف بصراحه عجبتني جدا، كانت لطيفه جدا على الجسم. غير كده كمان ان الصفرة، هي ناس كتير شكرت فيها، بس انا حسيت ان الصفرة ممكن في بعض الاماكن عشان بتجيب الشعرايه يعني من اخرها خالص كده، يعتبر بتجيبها من تحت الجلد. فحسيت ان هي بتطلع شعر اللي هو اللي بيبقى الشعر اللي تحت الجلد فبصراحه ما حبيتهاش قوي. انا لما جبتها كان جاي لي معاها موسين من دي. فانا خدت واحد استخدمته والتاني ما عجبنيش، فاستبدلته بواحد من ده. هو بيجي الشفرات بتيجي علبه كده نص دي كده، بيجي فيها 4 شفرات. انا بجيب دي ب100 جنيه الواحد، الموس الواحد. وبجيب الموس الواحد من ده اللي هي الشفرة ب125. فانا استبدلت الصفرة وجبت واحد موف. عند في مكان بيبقى يفتح الباكت، يعني بيفتح العلبة وبيبيع لك بالواحدة، اللي هو ايه، يعني هي مثلا بسعرها بكذا، فهو بيقسم السعر وبيبيع لك الواحده بتطلع ب100 120 اقل او اكتر، فبيبيعها لك يعني بالقطعه. فانا بجيب منه. طيب فلو انت طب انا لو انا هشتري مثلا، لو انت هتشتري وانا انصحك تجيبي الصفرة الاول. ماشي. وبعدين تبقي لما الموس يخلص معاكي تبداي تجيبي الشفرة الموف. يعني لان انت فهماني، يعني انا عايزاكي تجيبي الجهاز ده وتستخدمي الصفرة، ولما تستخدميها ممكن تعجبك ماشي وتستمري عليها، وممكن ما تعجبكيش وتجيبي الموف، وممكن تجربي الموف وتجربي الصفرة وتشوفي انت محتاجة ايه. ولكن الفكرة ان انت ما تجيش مثلا بعد سنة تلاقي دي اتكسرت معاكي، فتضطري بدل ما انت تجيبي شفرة واحدة ب100 جنيه او ب125 جنيه، فتضطري ان انت تجيبي العلبة على بعضها ب500 او 600 او 700، لان هي بتزيد كل سنة، بلاقي اسعارها علت اكتر بكتير يعني. فانا يعني انا انصحك ان انت تجيبي الاول الصفرة عشان الايد بتاعتها نظيفة، وبعدين تبداي بقى انت تجيبي الشفره واحده بواحده بقى كل فتره. هي بتقعد زي ما قلت لكم من يعني حوالي 6 شهور. هي اسمها الشفره السنويه، يعني الشفرتين يعني الموسين اللي بيجوا هما القطعتين دول اللي بيجوا مع الايد بيعيشوا معاكي سنه.
ممكن يقعدوا معاكي انت اكتر طبعا، ممكن يقعدوا اقل على حسب استخدامك، ولكن هي بتعيش فتره طويله. وطبعا زي ما قلت لك ان انت تحافظي عليها، بعد ما تخلصي تحطيها في العلبه بتاعتها، تنضفيها بميه سخنه وتحطيها في كحول بقى، ميه سخنه براحتك يعني، بس انا بغسلها بميه سخنه وخلاص، وبقوم حطاها في العلبه بتاعتها كده، واقوم حطاها في العلبه، او تحطيها في درج مثلا، مش لازم العلبه، بس انا كنت محتفظه بالعلب يعني، عشان عارفه ان انا هيجي يوم ان انا اعمل لكم ريفيو، لان هي بصراحه عجبتني جدا، من الحاجات اللي بتعجبني جدا انا بحب اعمل عنها ريفيو. تمام. طيب هي احسن ولا السويت؟ لا، هي بالنسبه لي افضل بكتير بكتير جدا جدا يعني، فوق ما تتخيلي، اكتر يعني، افضل في كل حاجه وبكل الطرق. طب هي افضل ليه من السويت؟ افضل من السويت لان هي انت بتستخدميها في اي وقت، في اي وقت في اي لحظه، وسريعه جدا طبعا وسهله، مش محتاجه ان انت تستني الشعرايه تطول تعرفي تعملي بالسويت، مش محتاجه برضو ان انت تفضي نفسك يوم كامل يعني عشان تعرفي تعملي السويت، وبعدين يعني فاهميني، الموضوع بيبقى مرهق جدا طبعا، البنات كلها عارفه الكلام ده. مش محتاجه ان انا اقعد ادور على نوع سويت كويس واجيب نوع الاقيه بيسيح ونوع تاني الاقيه كويس، والجو حر طبعا بتسيح السويت، بتسيح وبتبهدل الدنيا. وبرضو العلامات اللي بتطلع في الجسم للناس اللي لما بتيجي تعمل سويت تلاقي جسمها بقع، كل ده طبعا هي مش بتعمله. غير كده هي مش بتطلع الشعر تقيل خالص، هي مش بتزود الشعر خالص، لا خالص خالص، مفيش الكلام ده ابدا. سواء انت عملتي بالسويت سواء انت عملتي بالشفره، هو الشعر بيطلع زي ما هو. لو انت عملتي في مكان الشعر بتاعه تقيل بيطلع تقيل، لو عملتي في مكان الشعر بتاعه خفيف او وبري او كده بيطلع برضو نفس الحكايه. غير كده كمان الانسان طبيعته كل ما بيكبر الشعر بيقل يعني، اصلا هي انا بستخدمها والله بقالي كتير، بقالي 3 سنين، والشعر طبيعته الواحد يعني، الواحده كل ما بتكبر اما بتتجوز وبتخلف وكده الشعر طبيعته بيبدا يقل، مبقاش طبعا زي ما كان قبل الجواز او انت وبنت وكده. كمان لو انت متجوزه هتتجوزي او انت عروسه جديده او كده، طبعا الموضوع مش بيبقى يعني، بيبقى مقرف، بيبقى متعب شويه ان انت تعملي بالسويت، طبعا بتبقي مستنيه مضطريه تستني ان الشعر يكبر. طب والشعر اما بيطول، وكمان لو هو طول شويه صغيرين حبيتي تعمليه بالسويت بيبقى متعب جدا وما بيطلعش معاكي بسهوله. لا هي بتعملي بيها يعني، دي ممكن مثلا كل 3 ايام بالظبط تعملي. الشعر بيطلع بسرعه؟ لا ما بيطلعش بسرعه، الشعر بيبدا يطلع طبعا، كل ده كل جسم طبعا طبيعه يعني، الشعر طبيعه كل واحده وجسمها. هي ممكن يبدا يطلع مثلا من حوالي في المتوسط يعني، الناس الطبيعيه اللي هي شعرها طبيعي مش قليل جدا ومش كتير جدا وكلام زي ده، ممكن يطلع من حوالي من اسبوع مثلا، في حوالي اسبوع. وكمان حتى لو هو طلع كل 3 ايام او كل 7 ايام او كل 10 ايام على حسب جسمك، هو كمان يعني عادي هتدخلي الحمام في اي وقت تعمليه، في اي لحظه هتعمليه يعني، مش محتاجه ان انت زي السويت تستني الشعر يطول والشعر بيتاخر، لا هي زي عادي. والسويت على فكره كمان ما بتتاخرش اول حاجه، لا هو الشعر بيبدا يطلع، ولكن عشان يطلع جامد ويعني يطول جامد وتبداي ان انت تستخدمي السويت مره تانية بتحتاجي وقت طويل، لان السويت ما بتشيلش الشعر الصغير، هي دي الفكره. تمام. هي بتيجي يا بنات كمان معاها صابونتين، في صابونتين فيها زي دي كده هنا وهنا، تمام، بس انا ما بحبهمش بصراحه، بحسهم بيزفلطوا قوي، ما بحسش الموس بيبقى يعني ايه، بيبقى حلو او استخدامه بيبقى حلو والصابونه موجوده، فانا بفضل ان انا اعملها بايدي بصراحه، بحب امشيها يعني، بحب اشيلها واخلصها عشان استخدم بلسم او شاور او صابون، بالنسبه لي بحسه افضل. وطبعا دي طبعا ده على حسب استخدامك انت يعني، اما تستخدميها هتعرفي هو ايه الافضل يعني بالنسبه لك، فانت هتمشي عليه. فهي طبعا مش كلنا بنرتاح في نفس الحاجه، بس انا بقول لك الحاجات يعني ايه، اللي هو الخلاصه يعني، الحاجات الاساسيه كده اللي هي ايه، انت تعرفي يعني بعد ما اقولها لك تحاولي تقرري انت هتجيبيها او لا. وكده ان شاء الله اكون قدرت اقول لكم كل حاجه، واتمنى اكون قدرت افيدكم. لو عندك سؤال اكتبوه لي، ولو لو جربتي حاجه منهم ما عجبتكيش اكتبي لي برده في كومنت وقولي لي ايه المشكله اللي فيها عشان نقدر نفيد برده غيرنا. واتمنى تكونوا الفيديو عجبكم وتعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.